السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل سموزي بطيخ بطريقة المحلات الفخمة قوي. آه نبدأ مع بعض. بسم الله. هنجيب البطيخ ونقطعه شرايح عشان نقدر نقطعه كمان قطع رفيعة. البطيخ ما شاء الله كتير قوي اليومين دول، والجو بصراحة صعب اليومين دول قوي. هي الجو حر يعني، وفعلا محتاجين حاجات كده، وخاصة في ناس صايمة برضو تيجي ساعة الفطار تعملوه كده يرطب حلو قوي قوي. بصوا احنا بنخرطه صغير جدا جدا، مكعبات صغيرة. ليه بنقطعه كده؟ عشان كل ما تقطعيه صغير كل ما ان يبقى انك تشيل البذر منه بسهولة. الوصفة دي ما ينفعش فيها اي بذرة تبقى في البطيخ ولا بذرة. بتقطعي صغير. شايفين كل ما بقطع البذر بينطر لوحده بيطلع منه، فهتيجي بعدين تخلصي خالص باخد دول من بطلعهم في طبق تاني. شايفين؟ بس فبتلاقي البذر كله في الطبق اللي انا قطعت فيه. شايفين قطع صغيره ازاي؟ بالشكل ده مفيهوش ولا اي بذره. خدتهم على الفريزر، جمدتهم بيتهم في الفريزر لما يبقى ينشفوا كده معاكي. وده اللي معايا ده السيرب بتاع السكر اللي انا هحطه. دي ربع كوبايه سكر. بنكملها لغايه ما تبقى نصها كده ميه سخنه، ميه مغليه كده نحطها عليها ونقلبهم. لونه كده طبعا عشان السكر، الميه سخنه والسكر بعد ما داب عمل كده. معلش المفروض كنت اوريها لكم انا بصب عليها الميه، بس هي ربع كوبايه سكر عليها. بنكملها لغايه ما تبقى نصها كده ميه. شايفين عشان سخنه عملت ازاي؟ الميه تبقى سخنه وبنحط البطيخ ونضيفها عليها، نضربها في الخلاط. شايفين؟ بصوا القوام، شايفين عامل ازاي؟ كأنك بتاكلي يعني ايس كريم. شايفين عامل ازاي؟ ده بقى السموزي الصح يعني. بطريقه كده تبقي عايزه تشربيها ومشبره وجميله جدا. ما نخليهوش طبعا يسيح وكده، لا احنا بنشربه على طول. وعملنا كمان نزين الشكل بالكاسات بتاعتنا، شكل قلوب كده بالبطيخ، بالقطاعه بتاعتنا اللي بنعمل بيها البيتيفور. هوريها لكم دلوقتي على فكره. وحطينا الشيلومو. على فكره هو من كتر ما تقيل ممكن تحتاجي شيلومو اعرض كمان من ده. وصفه سهله، وصفه جميله جدا. ده اللي انا قطعت بيه البطيخ. بصي يعني شكل تقدميه شيك جدا، وهو اصلا كده مشبر يخليكي بس عايزه تشربي، ولادك هيفرحوا بيه جدا في البيت. وطريقه سهله وبسيطه، واحسن ما تروحي تشتريهم بمبلغ من محلات. دي الطريقه الصح فعلا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم حبايبي. وشكرا والسلام عليكم.